ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض سندوتشات الكبده الجباره دي كبده العربيات اللي احنا طبعا بنتهبل عليها اول ما نشم الريحه ونحس ان احنا مش قادرين لازم ناكل. طبعا لقيت الدنيا غلا والسندوتش عامل حوالي 7 جنيه. طب ما انا مش عارفه اصلا هي الكبده اللي محطوطه فيه دي ايه نوعها. طب ما انا اقوم بقى كده واطلع الكبده من التلاجة واوريكم بقى ان انا هفتح عربيه كبده واعمل الاولاد سندوتشات دلوقتي. طبعا هم كانوا عايزين يتعشوا والله شويه شويه هياكلوني، بس طبعا ما بديهاش بقى، قلت لازم اقوم. قمت بقى طلعت الكبده بتاعتي وعملت لهم السندوتشات دي، عملت لهم النص كيلو 20 رغيف. احنا لو حسبناها مع بعض هنلاقي نفسنا موفرين كتير يعني، وفي نفس الوقت احنا عارفين احنا عاملين ايه. شايفين بقى منظرها من جوه عامل ازاي؟ محدش يقول لي اي كبده تاني هتاكليها. تابعي معايا الفيديو. جبت طبعا بقى الطاسه بتاعتي او الصينيه او اي بقى حاجه عندي، حطيت شويه زيت. انا بقى طبعا كنت مجهزه كل حاجه جنبي عشان دي ما بتاخدش دقايق يا جماعه معاكم، ويا ريت بقى ايه زي ما بسويها والتركات اللي هعملها دي تعملوها هتاكلوا احلى كبده في حياتكم. قطعت فلفل بكميه رهيبه، فلفل يعني يكون حامي شويه. لو انت مش حابه خلاص. وقطعت توم كتير، ابتديت بقى انزل الاول بالتوم كده، ورا على طول الفلفل ده فلفل رومي وفلفل اللي هو الحامي ده. حطيت نص كميه الفلفل وسبت الباقي، انا هحتاجه كمان شويه. حطيت الفلفل وحطيت معانا التوم، وابتدي بقى ان انا اقلب واوطي النار بتاعتي. المهم ما ياخدوش اللون اللي هو تحس ان هي اتحمرت، لا، هو لغايه الحته اللي جايه دي بقى كده هو ده اللون اللي المفروض تكون عليه التومه. وتنزلي بالكبده بتاعتك، لا تغسليها ولا تنقعيها ولا اي حاجه خالص عشان الزفاره بتبان في الكبده لما بتتغسل. ابتدي بقى قلبي وعلي بقى النار بتاعتك شويه اول ما تحطيها، عشان يا جماعه لو نزلت ميه كده الكبده بتاعتك اتزفرت ولا يمكن تعملي فيها اي حاجه هتطلع بالطعم ده. شايفين بقى كده؟ انا رشيت لها رشه كمون، موطيت النار شويه عشان ما تنزلش ميه. شويه كزبره، فلفل اسود، كل حاجه معلقه صغيره. ومعايا شطه، بهارات، اي نوع بهارات، 7 بهارات، اي بهارات عندك موجوده هتكتفي بيها يعني. كل حاجه معلقه صغيره يا جماعه. ابتدي بقى قلبي ووطي النار شويه، وابتدي بقى شوحي. المكون بقى الرئيسي هنا اللي ما بيخليهاش زفرة خالص هو الخل. حطيت شوية خل يعني مقدار مثلا معلقتين ولا حاجة، ان طبعا بيديها مزازة والطعم بتاع الشارع اللي انت بتاكليه ده هو ده. ورميت عليها ليمونة كاملة، مزازة وطعم ومفيش ريحة زفارة ولا اي حاجة خالص. جربي الوصفة زي ما انا بعملها واكتبي لي في الكومنتات. معلقة ملح كده خلاص. ايه احنا كده الدنيا معانا بقت تمام قوي. يا دوبك قبل ما اطفي بقى البوتاجاز بثواني كده اروح راميه شويه الفلفل التانيين عشان يبقوا معايا ايه صاحيين كده في السندوتش وليهم طعم. بيتشوحوا تشويحتين كده وكده خلاص احنا خلصنا الكبده بتاعتنا. شايفين بقى المنظر بتاعها كان يخبل. ابتديت بقى وانا موطيه النار عليها شويه اعمل بقى في السندوتشات بتاعتي عشان ايه تفضل سخنه معايا كده. هو ده بقى المنظر اللي المفروض هي خلاص استوت معايا كده تمام قوي يعني، عشان كل ما بتسيبيها على البوتاجاز بتنشف معاكي. اعملي بقى سندوتشاتك. واكيد يعني سلطة الطحينة كلنا عارفينها طبعا، اساسي مع الكبدة. وطبعا لا يمكن في الشارع يملالك الرغيف بالشكل ده، لا يمكن. ولو وصلتي بقى لغاية هنا معايا اعرف بقى من اني بلد بتتابعيني والكومنت بتاعك الجميل. شايفين بقى المنظر؟ طبعا زمانكم دلوقتي انا جوعتكم، بس انا ما اقدرش ان انا اعمل حاجة من غير ما اوريها لكم. شايفين بقى المنظر تحفة، كانت ابداع بصراحة. وعايزة اقول لكم ال20 سندوتش ما شاء الله اتنسفوا من طعمتها. ومن بصوا كانت جبارة بجد. طاسة بطاطس بقى كده جنبها، وشايفين بقى شكله من جوه عامل ازاي. لا يمكن اي محل هيحط لك السندوتش متظبط كده، لا والله بيحطوا فيه واحدتين كده بالعدد. وبكده احنا خلصنا الفيديو مع بعض، واشوفكم على خير ان شاء الله.